في ناس بتتمرن وبتروح الجيم بانتظام وبرضه جسمهم مش بيكبر زي ما هم متخيلين. ليه؟ ممكن يكون السبب ان جسمهم بيخش في مرحله ماسل كاتابوليزم او اسمها بالعربي الهدم العضلي. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا اشرح لك ببساطه. السلام عليكم، انا دكتور عمرو محسن، دكتور علاج طبيعي في تيم اتش زد. النهارده هنتكلم عن حاجه بتحصل جوه جسمك كل مره بترفع فيها دمبل او بتعمل تمارين مقاومه. ايه اصلا اللي بيحصل للعضله لما بتتمرن؟ ليه بتحس بتكسير وازاي العضله بتكبر بعد كده؟ هنعرف الاول مفهوم الهدم العضلي اصلا. هو لما الجسم بيبدا يكسر البروتينات اللي في العضله، ودي بتحصل لما الجسم بيبقى اصلا محتاج لطاقه ومش لاقي اي مصدر تاني غير العضلات. كانه بيقول انا جعان ومفيش كربوهيدرات كفايه فبيستخدم العضلات كمصدر الطاقه. وده بيحصل في حالات معينه زي مثلا انت بتتمرن تمارين تقيله جدا وساعات طويله من غير ما تاكل كويس، او انك بتعمل صيام طويل من غير ما تمد جسمك باي شيء من البروتين، او انك تعمل دايت قاسي جدا من غير ما تهتم بتوازن الاكل. وساعتها بقى الجسم بيخش في حاله طوارئ، يبدا يكسر العضله ويحولها احماض امينيه ويطلع منها جلوكوز عشان يقدر يعيش ويشتغل. طب تعالى بقى نتكلم عن المراحل نفسها. اولا العضله اصلا ما بتكبرش في الجيم. ايوه انت بتتمرن في الجيم، بس نمو العضله بيحصل بعد التمرين مش وقت التمرين. لما بتتمرن وبالذات لما بتمارس تمارين المقاومه، انت فعليا بتحط على العضلات ضغط جديد عليها. تاني حاجه بتحصل بعد كده اللي هي كاتابوليك فيز، اللي هي مرحله الهدم. الجسم بيشوف التمزقات دي كنوع من الضرر، فبيبدا يدخل في مرحله اسمها كاتابوليزم او الهدم. وفي المرحله دي بيزيد افراز الكورتيزول وبيحصل تكسير في بعض البروتينات العضليه عشان الجسم يبدا يستخدمها كمصدر الطاقه. ودي واحده من الاسباب اللي ممكن تحس بيها بتكسير او وجع في العضلات بعد التمرين، خاصه لو التمرين كان تقيل وانت مش متعود على التعب او اللودنج في التمرين ده. ثالث حاجه بقى نتكلم عنها الانابوليك فيز او مرحله البناء. بعد ما بتخلص تمرين جسمك مش بيقعد ساكت، جسمك بيحاول يرمم التمزقات اللي حصلت، ودي الانابوليزم اول مرحله اللي جسمك بيبدا يبني فيها. في المرحله دي جسمك بقى بيبدا يبني الياف عضليه جديده مكان اللي اتكسرت. الالياف دي بتيجي اكبر واقوى عشان تتفادى التمزق اللي هيحصل المره الجايه. واللي بيغذي المرحله دي ثلاث حاجات: البروتين اللي بتاكله، الراحه والنوم الكافي، السوائل والمعادن والفيتامينز. وده السبب ان العضله ما بتكبرش وانت بتلعب. العضله بتكبر لما بتديها راحه كفايه وبروتين. رابعا التغذيه والبروتين اللي هي المواد البناء. لو التمرين هي عمليه الهدم فالاكل ده هو اللي بيوفر مواد البناء، خصوصا البروتين زي البيض والالبان وصدور الفراخ الى اخره. والكربوهيدرات مهمه عشان تعوض الجلايكوجين اللي استهلكته العضله. والدهون الصحيه مهمه لافراز الهرمونات زي التستوستيرون. والدراسات بتقول ان جسمك بيحتاج من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك لو هدفك بناء عضلي. خامس حاجه وهي النوم او وقت الاصلاح الحقيقي. اثناء النوم في هرمونات بتفرز مهمه جدا زي الجي اتش والتستوستيرون، ودول مسؤولين عن تعافي العضله وبنائها. وانت بقى لو بتسهر او مش بتنام كويس فانت بتفوت على جسمك ان هو يبني نفسه. بس استنى، احنا مش ضد التمرين او الدايت، بس لازم نفهم المعادله. تمرين من غير تغذيه يعني هدم اكتر من بناء، وساعتها بقى بدل ما تكون عضلات هتلاقي نفسك بتخسرها. طب ازاي بقى نمنع الهدم العضلي؟ ببساطه ندي جسمنا اللي محتاجه: بروتين كفايه، سعرات حراريه مناسبه، نوم كويس، وتمرين ذكي مش زياده عن اللزوم. والاهم من ده كله ان احنا نفهم ان الجسم مش مجرد عضلاته بس، ده نظام كامل محتاج تكون واعي وانت بتشتغل عليه. يعني خلاصه الكلام ان العضله بتتقسم لمراحل كده: تمرين هتهد، اكل هتبني، نوم كويس هتصلح وتقوى، تكرار وصبر هتلاقي نتائج. ومن اهم الحاجات اللي لازم تعرفها انك ما تتمرنش 7 ايام بدون راحه، وما تفكرش ان التمرين الكتير هي معناها ان العضله اسرع. الراحه هي جزء اساسي من التمرين. وبكده انا فهمتك جسمك بيهدم العضلات ازاي وبيكونها تاني بكل تفاصيله. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام. ده السنة السلامية مع 444 كده. 444. 444 انا سمعتها صح. كبيرة على دكتور التخاطب.